انت هتتفاجئ بعد صياح الناس اللي انت بتشوفه على الميديا ان مفيش حد لاقي شغل كويس ومحدش لاقي شغل اصلا. تعال اقولك، الشركات اللي بتدي فلوس كتير وبتعمل زحاليق في المكتب وبتعمل غدا ببلاش بتعاني عشان تلاقي حد تعينه. ازاي بقى؟ تعالى لما اقولك برضو، كنا اللي احنا عايشين فيه ده كبر في حالة من الابتعاد عن الملل. اقعد زهقان ليه؟ ما افتح فيلم اتفرج عليه، ولا افتح التليفون شوية اقلب في الفيس، ولا افتح التليفون برضو كان انزل لي ستوري. بدايل كتير ومشتتات اكتر. تعالى بقى ايها المتشتت، عشان تذاكر المجال اللي انت هتشتغل فيه او تتعلم المهارة اللي هتكسبك فلوس، هو انك تفضل في اليوم 3 ساعات تقعد تتعلم فيهم. تيجي انت بقى يا معلم تقول لي هو ايه الزهق ده؟ هو انا هفضل كل يوم 3 ساعات اسمع فيهم نفس الحاجة؟ ايه يا عم الزهق ده؟ وتقول لنفسك قوم يا عم غير الروتين واعمل لك اي حاجة، وتيجي تنزل تدور على شغل محدش يرضى بيك، فتلاقي الشركات الحلوة مش لاقيين حد حلو يشغلوه. وعشان الأماكن اللي في الشركات الأحلى بتفضى فيروح لها أحلى الناس، ونيجي ندور على اللي تحتهم نلاقي الفرق كبير قوي. عشان انت بس لو انت تقعد تذاكر ال3 ساعات من غير ما تتشتت، حتى لو ما انت ذكي ولو مش أكتر الناس موهبة، هتلاقي بفضل الله فرص كتير قوي للشغل.